الراجل ده مسكين وعلى قد حاله، دخل محل فاكهة علشان يشتري فاكهة. سمع صاحبة المحل بتكلم العاملة اللي بتشتغل معاها وبتقول لها الفاكهة دي بايظة، ليه ما رميتيهاش من امبارح؟ فقالت لها معلش أنا آسفة أنا نسيت. فهنا كلم صاحبة المحل وقال لها لو سمحتي أنا ممكن آخد منك الفاكهة البايظة دي، مراتي تعبانة في المستشفى ونفسها تاكل فاكهة، والفلوس اللي معايا مش هتكفي اشتري لها اللي هي عاوزاه. فقالت له أنا آسفة جدا مش هينفع، الفاكهة دي بايظة وتصلحش للأكل، وأخدت الفاكهة ورمتها. الراجل كان بيبص عليها وهو حزين. الست أخدت بالها، حبت تكبر بخاطره، فقالت له بقول لك ايه، احنا في اخر اليوم كل يوم في فاكهة بتتبقى من كل صنف، ايه رأيك تيجي تاخدها مني؟ وفي اخر اليوم جالها المحل، لقاها مجهزه له كيس مليان فاكهة، فاكهة كويسة جدا. فقال لها بكام يا بنتي؟ فقالت له 10 سنت، على اساس ان دي اقل تسعيرة. فالراجل طلع كل الفلوس اللي في جيبه، قليلة جدا جدا، ومشي الراجل. راح لها تاني يوم سألها عندك فاكهة يا بنتي؟ قالت له عندي، كانت مجهزة له كيس مليان فاكهة كويسة. فالعاملة هنا جت قالت لها أنا ملاحظة إن حضرتك بتديله الفاكهة السليمة، ما بتديهوش حاجة بايظة وبتديها له ببلاش. قالت لها معلش دي حاجة بسيطة، وبعدين ده راجل غلبان ومش هخسر حاجة لو ساعدته. تالت يوم البنت بقت تقلد صاحبة المحل، اتعودت كل صنف بيبقى باقي منه قطعة أو اتنين بتاخدهم وتشيلهم للراجل ده، لدرجة إن في زبونة جت تشتري منها فسألتها على فاكهة اسمها الدوريان، فقالت لها دي آخر قطعة عندي للأسف متباعة، وأخدتها وحطتها في المكان اللي بيشيلوا فيه الفاكهة للراجل ده. بس في اليوم ده للأسف الراجل ما جاش، وصاحبة المحل سألت البنت اللي بتشتغل، قالت لها الراجل ما جاش النهاردة؟ قالت لها لأ. فاستغربت جدا. تاني يوم الراجل جالهم المحل وكان لابس لبس كويس جدا وشايل في ايديه كيس. فالست كانت قلقانة، قالت له ما جيتش ليه امبارح؟ قال لها اصل انا نزلت البلد علشان ازور قرايبي وجبت لك معايا هدية اتمنى تعجبك، يا ريت تقبليه مني، دي حاجة بسيطة. فقبلت منه الهدية. قالت له طيب اكياس الفاكهة بتاعتك؟ قال لها لا انا مش محتاجها، وخرج ومشي وساب المحل. فهنا الست الطيبة صاحبة المحل حست ان هو محرج، فجريت وراه وصممت انها تديله الفاكهة. وهنا نصيحة لكل واحد صاحب محل، رزقك مش بس في اللي بتبيعه، رزقك في دعوة حلوة طالعة من قلب حد محتاج، وفي الخير اللي بيرجع لك في وقت ما تتوقعهوش. خلي في تجارتك رحمة قبل ما تكون شطارة، لأن الزبون ممكن ينسى السعر لكن عمره ما ينسى المعاملة الطيبة. عاوزة أشوف في التعليقات قلوب كتير وكلمة حلوة للست الجميلة صاحبة المحل اللي جبرت بخاطر الراجل المسكين. وما تنسوش تصلوا على النبي.